أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات برنامج استشارة في الإدارة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم يعني إيه إدارة؟ الإدارة كفكرة ابتدت مع خلق البشر وظهور المجتمعات، يعني كبير القبيلة اللي الكل بيسمع كلامه، أو تنظيم ست البيت لشؤون بيتها، ده نقدر نسميه إدارة. لكن فعلياً بدأ الاهتمام بيها كعلم في بداية القرن التاسع عشر وظهور الثورة الصناعية. وعشان أبقى صريح معاك من الأول، مفيش تعريف محدد للإدارة، وده نتيجة اختلاف خلفيات وتجارب المتخصصين في المجال. بالبلدي كده كل شيخ وليه طريقة، وعشان التعريفات كتير ممكن نلخصها في التعريف ده: هي وظيفة بتتنفذ عن طريق الأفراد عشان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. طب وده بيتم إزاي؟ من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. وقبل ده كله نكون حاطين في اعتبارنا وضع الشركة الداخلي والظروف الخارجية اللي بتأثر عليها. الكلام كبير؟ لا خالص، نروح بس نعمل كوباية شاي في الخمسينة ونطلع الكراسة الصفرة عشان هنشرح في اللذاذة كده الكلام الحلو اللي اتقال ده. الإدارة الناجحة بتتكون من 9 عناصر. أول حاجة الأفراد. هو مين اللي هيدير؟ الإنسان، صح كده؟ بني آدم زي وزيك، من لحم ودم. لكن مش أي حد ينفع يبقى مدير، لازم حد يبقى عنده شوية مهارات ومعرفة تخليه يقدر ينفذ مهمته. مهارات فنية، فكرية، تنظيمية، إنسانية. تاني حاجة الأهداف، وهي النتائج اللي احنا عاوزين نحققها. مثلا هدف الشركات إيه؟ إنها تكسب. هدف ال HR تقليل دوران العاملين، وهكذا. ثالث حاجة الكفاءة والفاعلية. الكفاءة يعني اعمل الصح، الفاعلية اعمله صح. بمعنى لو انت مثلا مدير مصنع وعاوز تاخد قرار في تصنيع منتج معين، لازم الأول تبص على الخامات اللي عندك وازاي هتستخدمها بأقل تكلفة ووقت وجهد. دي كده اسمها الكفاءة. أما الفاعلية هنا إن المنتج يتصنع صح ويبقى مطلوب في السوق، وأسعاره وجودته شغل فاخر من الآخر. رابع حاجة تحليل البيئة الداخلية، بمعنى كل حاجة جوه الشركة واللي بتأثر على نشاطها، زي الهيكل التنظيمي، الموارد المادية والمالية، التعامل بين الموظفين، وهكذا. خامس عنصر من عناصر الإدارة هو البيئة الخارجية، وهي كل العوامل المحيطة بالشركة بس ملهاش دخل فيها لكن هتأثر في نشاطها، زي عوامل اقتصادية زي التضخم، عوامل سياسية زي الحروب والصراعات، عوامل قانونية زي فرض الدولة لقوانين هيبقى ليها مردود على تكلفة المنتج. سادس عنصر هو التخطيط planning، بمعنى إني بحاول أشوف مستقبلاً المواضيع هتمشي إزاي، إيه اللي هيتم، ومين اللي هينفذ، وإزاي ينفذها، وإمتى. وعندنا 3 أنواع من التخطيط. التخطيط الاستراتيجي، فيه بتصمم الإدارة العليا خطتها الاستراتيجية، يعني مثلاً الشركة محتاجة تفتح 25 فرع خلال ال6 سنين الجايين. التخطيط التكتيكي، وده بنركز فيه على الهدف، فمثلاً هنفتح 5 فروع السنة دي بس، فمحتاجين نجيب بضاعة ونعين موظفين. التخطيط التشغيلي، النهاردة هعمل إيه؟ مثلاً قسم ال HR هيعمل إعلان عاوز 2 مديرين فروع. سابع عنصر التنظيم organizing، برتب مواردي المادية والمالية والبشرية، وبحدد الطرق والوسائل اللي ممكن بيها ننفذ الخطط وأضبط السلطات والمسؤوليات. 8 عنصر التوجيه، يعني بحرك الأفراد في اتجاه الأهداف المطلوبة، وده طبعاً بيحتاج علاقات كويسة مع المرؤوسين عشان يستجيبوا للكلام، والمهم تكون عارف إزاي تحفزهم أو تعاقبهم. آخر عنصر معانا الرقابة، عشان أتأكد من إن الأداء الفعلي مطابق للأداء اللي اتحدد قبل كده، ولو في انحراف يتم معالجته. وده بيتم إزاي؟ أعمل أداة قياس زي ال KPIs، أقيس بقى الأداء الفعلي، أحدد الانحرافات، وبناء عليه نعمل إجراءات تصحيحية. طيب لو بعد كل ده الهدف متحققش، أرجع تاني أبص على الخطة ونشوف لو تتعدل أو نعمل خطة جديدة. طب لو حبينا نلخص ونرتب كل ده، ممكن نقول إن الفرد بعد ما يعمل تحليل للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية بيحط هدف، ولازم يتأكد إنه بيتنفذ بكفاءة وفاعلية، وده مش بيتم إلا عن طريق التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. وفي النهاية نتمنى تكونوا استفدتوا معانا، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج استشارة في الإدارة.